ده اللي حصل لعيني لما استخدمت كريم العين ده. أسوأ تجربة جربتها في حياتي كلها وفي تاريخ السكين كير كله. أسوأ منتج جربته على الإطلاق، عمل كل حاجة عكس اللي مكتوب عليه تماما. ده كريم العين بالريتينول من انفينيتي. صحيح الشركة فيها منتجات تانية كويسة، لكن ده من أسوأ الحاجات. عايزة أقول لكم إن هو عمل لي ترهل في الجلد، والمنظر اللي انتوا شايفينه ده جفاف ناتج عن الإريتيشن اللي حصل في العين. الإريتيشن اللي حصل أو التحسس اللي حصل ابتدى يكسر الكولاجين والإلاستين اللي موجود في البشرة، فابتدى يعمل التشققات أو الخطوط اللي انتوا شايفينها دي. هو مكتوب عليه إن هو بيشيل الخطوط وبيشيل التجاعيد وكمان بيفتح الهالات، والإنجريدينتس اللي مكتوب عليه عظيمة، ولكن هي عملت عكس اللي المفروض تعمله تماما. هتقولوا لي ان الريتينول كده كده بيحصل منه اريتيشن للبشره، انا معاكم تماما، وده اللي خلاني استمريت عليه اكتر من 15 يوم علشان خاطر اديله فرصته ككريم. بالعكس انا لو كنت كملت عليه كان هيزود المنظر عما انتوا شايفين كده. عايزه اقول انا كده بقالي اسبوع بعالج عيني حرفيا. انا بستخدم نوع ريتينول تاني على بشرتي بنسبه اعلى من النسبه اللي موجوده على البوتل هنا، ومع ذلك زي ما انتم شايفين البشره ما فيهاش اي تحسس خالص، بالعكس ده عامل معايا نتائج كويسه جدا. وهنا طبعا التجربه هي اللي بتحكم، لانه اللي مكتوب على البوتل دي يقول ان هو من افضل كريمات العين، لكن التجربه طبعا بينت انه اسوأ منتج ممكن تحطوه على بشرتكم. وعلشان كده انا ما بديش اي فيدباك او اي ريكومنديشن لاي برودكت الا لما اكون جربته كويس. ده كان ريفيو عن اسوأ منتج جربته في 2024.